لو انت عاوز تركب اي مواصلة في القاهرة الكبرى، انا هقولك تركب ايه في القاهرة واي مواصلة. لو انت عاوز تروح الحي السابع من ميدان رمسيس امام مسجد الفتح هتركب ايه؟ الحي السابع ده تبع مدينة نصر، فاحنا حي مدينة نصر كبير تبع شرق محافظة القاهرة. فاحنا هنعرف منطقة منطقة وهنمسك أول حاجة الحي السابع. الحي السابع الحي السابع ده عند التأمين الصحي، والحي السابع في مسجد نوري خطاب ده مشهور، وفي مستشفى الشرطة. فاحنا هنعرف مع بعض المواصلات اللي بتروح بس الحي السابع في مدينة نصر تبع شرق محافظة القاهرة. هنعرف ايه وسائل المواصلات العديدة اللي بتروح الحي السابع من ميدان رمسيس امام مسجد الفتح. هنمسك في قدام مسجد الفتح اهو، ده قدام مسجد الفتح بيجي اتوبيس 1006 بيروح الحي السابع، بيعدي على المستشفى الشرطة ومسجد نور الخطاب والتأمين الصحي، بيمشي من امام مسجد الفتح، غمرة، دمرداش، العباسية، نادي السكة، جامعة الازهر، وبيخش على الحي السابع مسجد نور الخطاب، التأمين الصحي، مستشفى الشرطة، الوفاء والأمل، والمنطقة الحرة، وبعدين بيخش على المقطم، بس بيعدي على الحي السابع ده من قدام مسجد الفتح. اتوبيس 1006 هو بيجي من المظلات. وفي ميني باص رقم 212 167 220 50. دول بيجوا من امام مسجد الفتح، بيمشوا غمرة، عباسية، نادي السكة، جامعة الازهر، الحي السابع، التأمين الصحي. ومنهم 212 بيروح المقطم، و167 بيروح على التبة، و50 بيروح على التجمع الاول. لكن 220 بيروح التجمع الاول بس ما بيمشيش من نادي السكة، بيمشي من صلاح سالم، شارع الطيران، رابعة، وبيخش على نور الخطاب والحي السابع. دول الميني باصات. وفي ميكروباص برضو من امام مسجد الفتح بيروح الحي السابع عند المستشفى الشرطة، وعند الحي السابع، وعند شارع زكر حسين، وأول شارع زكر حسين، وشارع الدكتور عبد الله العربي اللي هو امتداد شارع الطيران. دي مواصلات الحي السابع. هم مش بيركنوا في الجراج بتاع الحي السابع، لكن بيعدوا على الحي السابع. هنقولهم مع بعض: ميني باص 212 بيجي من كفر ترمس على المقطم، و167 بيجي من ميدان لبنان على التبة، و220 بيجي من عبود على التجمع الأول، ورقم 50. شكرا على حسن استماعكم، ما تنساش تدعمونا باللايك والشير وتفعلوا الجرس. شكرا.